عزيزي المشاهد، النهاردة قررت ألخص لك 3 أفلام في فيديو واحد. وده شيء نادر إن أعمله في الطبيعي، لأن إمكانياتي ضعيفة جدا مقارنة بالقنوات التانية اللي عندهم تيم وبيشتغلوا بشكل احترافي أكتر. بس النهاردة قررت أجمع لك أفضل 3 أفلام لخصتهم على القناة. وهنبدأ بأول فيلم، وهو فيلم حارس التنانين اللي تم إصداره سنة 2024. ومن غير ما أطول عليك، يلا بينا نبدأ ملخص النهاردة. في بداية الفيلم بتحكي لنا الأسطورة الصينية إن زمان جدا البشر والتنانين اتحدوا مع بعض وكانوا بيحاربوا مستحضرين الأرواح، وبعد سنين من القتال قدروا إنهم يهزموا مستحضرين الأرواح ويحبسوهم كمان بعيد عن عالم البشر. ولكن بعدها بيجي عصر إمبراطور طاغي وبيقضي على التنانين وبيحبس منهم كتير. وبعدها بنشوف شخص اسمه لين بيبيع دم التنانين لشخص اسمه دياو، وبعدها بيطلب منه 20 قطعة ذهب. وساعتها دياو بيقول له إنه لو جاب له تنين حي هيديله ضعف الرقم ده 1000 مرة. فلين وقتها بيتعصب جدا وبيقول له إنه ما يقدرش يجيب له تنين حي، وبيطلب منه ال20 قطعة ذهب وبيهدده كمان بالسلاح. فساعتها دياو بيديله الفلوس على طول، ولين بيؤمر رجالته إنهم يحملوا البرميل على عربية دياو. وبعدها بنشوف الشخص ده وهو شايل بنت صغيرة وبيحطها في المكان اللي بيبيعوا فيه دم التنانين. وبنعرف إن الراجل ده هو المساعد بتاع دياو. وبعدها لان بيسمع صوت البنت وهي بتعيط في المكان، فبيؤمر رجالته انهم يشوفوا الصوت ده جاي منين. واول ما بيخش واحد من رجالته بيتفاجئ ان البنت دي مرمية على الارض، وفي حجارة كتير جدا طايرة حواليها. وبمجرد ما بيلمسها بتقع الحجارة دي على الارض، وساعتها بيضطر لين انه ياخد البنت دي معاه. وبنعرف ان لين هو قائد سجن التنانين. وبعد رحلة طويلة بيوصلوا أخيرا للقرية اللي فيها سجن التنانين. وبتعدي السنين وبتكبر بينج، وبنشوف الست دي وهي بتصحيها وبنعرف إن اسمها لاو. وبتقول لها تصحى علشان تروح تأكل الفراخ. وفعلا بينج بتروح تأكل الفراخ، وبنشوف صديقها الفار اللي اسمه هاو. وبعدها بترجع البيت وبنشوفهم وهم بيحضروا كمية كبيرة من الأكل. وبنعرف إن كل الأكل ده رايح لسجن التنانين. وبنشوف لين وهو مستني السيدة لاو علشان ينطلقوا ويروحوا للسجن. ولكن للأسف السيدة لاو بتقع بالأكل وما بتقدرش تكمل الطريق، فبيرجع لها لين وبيكون عايز يضربها. فوقتها بنج بتلحقه وبتقول له أنا اللي هوصل الأكل للتنانين. فبيضحك عليها هو ورجالته وبيقول لها مستحيل تقدر تشيل الأكل ده كله. وبيؤمر بعدها رجالته إنهم يشيلوها الأكل. وبيتفاجئ هو وكل اللي معاه إنها قدرت تشيله فعلا. وبيكملوا طريقهم لسجن التنانين. وأول ما بيوصلوا السجن بتتفاجئ بنج إن الفار هاو موجود جوه الأكل، وبتكون عايزة تلحقه قبل ما يرموا الأكل للتنانين. ولكن للأسف ما بتلحقوش. وبعدها بنج بتستخبى لغاية ما لين ورجالته يمشوا من المكان، وبتمد حبل للحفرة اللي فيها التنانين علشان تنزل تجيب الفار هاو. ولكن للأسف وهي بتنزل بالحبل بتتعور في إيديها. وبعدها بيظهر الفار وبتحضنه وبتكون فرحانة جدا إنها قدرت تلاقيه. ووقتها بتتفاجئ إن في 2 من التنانين ظهروا قدامها. وبعدها بنشوف التنينة دي وهي جايبة بيضة سحرية وبتحطها على إيد بانج. وبتتفاجئ إنها قدرت تخفي الجرح تماما. وبتقول لها بينج إنها شافتهم قبل كده في الحلم، فبيأكدوا لها إن هم فعلا جولها في الحلم قبل كده. وبعدها بينج بتقول لهم إنها لازم تروح حالا. وبعدها وهي راجعة في الطريق بتشوف البيضة السحرية وهي بتطلع من الرسومات القديمة اللي على الجدران. وبتبدأ تمشي البيضة وبتاخدها لمكان بحيرة مية. وبتظهر التنينة اللي قابلتها قبل كده، وبتقول لها إن البيضة دي فيها مولودها الجديد، وإنها محتاجة مساعدتها علشان تحافظ عليه وتقدر توصله للبحيرة اللي هيفقس عندها. وبتبدأ تدي قوة اللي تشي كلها لبنج. وبعدها بتصحى من النوم بنج وبتكون مخضوضة جدا. وبعدها بنشوف القلادة اللي على رقبتها بتنور، وساعتها بيحسوا بزلزال قوي جدا. فبتقول لها السيدة لو إن الهزة دي ما بتحصلش غير لما يكون في تنين مات. وبعدها بنشوف لان ورجالته جايبين التنينة اللي ماتت وبيبدأوا يقطعوها علشان يبيعوها في السوق. وبتشوفهم بينج وبتكون حزينة جدا. وبعدها بنشوف قائد الحرس ونائب الإمبراطور جايين القرية علشان يحبسوا لان. وبنتفاجئ إن دياو هو نائب الإمبراطور، وبيستغرب جدا لما بيلاقي بنت صغيرة عايشة في سجن التنانين، وبيقول إن أكيد في حاجة غلط. وفي اليوم اللي بعده بنشوف دياو وهو بيشرب الشاي، وبيكون هيصب الشاي على الفار هاو. ولكن السلسلة اللي في رقبة بينك بتطلع طاقة وبتزق ايده لبعيد. وساعتها بيعرف دياو انها حارس التنانين الجديد، وكمان بيعرف ازاي هياخدوا التنين اللي فاضل في القرية. وبياخد بينج وبيروحوا للسجن علشان يهددوا التنين ويجبروه انه يروح معاهم لقصر الامبراطور.
وبيهدده وبيقول له إنه ممكن يقتل بينج قدامه، وساعتها بيستسلم التنين اللي اسمه لانج. وفي اليوم اللي بعده بنشوف جنود الإمبراطور وهم مسلسلين التنين لانج، وبيكون دياو واقف على السور وبيهدده لو ما دخلش القفص هيقتل بينج، ولكن بينج بتقدر تهرب منه وبتستخدم قوة التنانين، وبتضرب الصخرة اللي فوقيهم علشان تحاول تفك التنين من القيود، وبتنجح فعلا إنها تعمل كده. وبتبدأ معركة شرسة جدا بينها وبين جنود الإمبراطور، وكمان التنين لانج بيقاتل معاها بشراسة. وساعتها دياو بيطلع حشرة من إيده وبتقرص بانج، وبتخليها تفقد الوعي في الحال، وبياخد منها بيضة التنين وبيرميها من على الجبل. فبيجي التنين لانج وبيطير وراها لحد ما بيقدر ينقذها. وبنشوف ساعتها دياو وهو مبسوط جدا بإنه قدر يوصل لبيضة التنين. ووقتها بيجي قائد الحرس وبيطلب منه يديله البيضة علشان الإمبراطور أمره إنها تكون معاه، فبيديها له دياو وبيكون حزين جدا. وساعتها بنروح لبنج اللي بتكون فاقدة الوعي، وبيحاول التنين لانج إنه يفوقها. وبعد ما بتفوق بتقول له إنها لازم ترجع القرية حالا علشان والدتها السيدة لاو زمانها قلقانة عليها جدا. فبيسألها التنين لانج وبيقول لها هتتخلي عني أنا والتنين الصغير كاي. وفي الوقت ده بنعرف إن التنين الصغير اللي في البيضة يبقى اسمه كاي، وبيقول لها إنك وعدتي والدة كاي إنك تكملي الطريق للنهاية. فبتقول له أنا ما وعدتش حد بحاجة. فبيتعصب عليها التنين لانج وبيسيبها وبيمشي. فبنج بيصعب عليها الموقف جدا وبترجع في كلامها، وبيبدأوا رحلتهم علشان يروحوا قصر الإمبراطور ويستردوا بيضة التنين كاي. وفي الطريق بنشوفها وهي بتخيط له الجرح وبتفضل تقول له إنها طول عمرها بتنجذب للتنانين، ولغاية دلوقتي هي مش عارفة السبب. وبعدها بنروح لدياو وقائد الحرس اللي بيكونوا وصلوا لقصر الإمبراطور. ووقتها الإمبراطور بيشكر دياو جدا علشان قدر يجيب بيضة التنين كاي. وبعدها الإمبراطور ما بيكرموش ولا حاجة وبيقول له إنه يقدر يشوف الحشرات بتاعته، وبيسخر منه قدام الحشد الملكي. وبيخرج دياو وهو متعصب جدا. وبعدها بيدخل معمله السري وبنشوف الراجل اللي كان معاه وقت ما اشترى دم التنانين، وبيكون اسمه تشاو، وبينادي عليه وهو متعصب جدا. وبعدها دياو بيمسك تشاو من رقبته وبيقول له لازم تجهز نفسك علشان هنعمل حاجة هتقلب المدينة. وبنعرف إن دياو ناوي يسرق بيضة التنين كاي ويقدمها للآلهة علشان يقدر يحرر مستحضرين الأرواح. وساعتها الخادم بتاعه تشاو بيكون مصدوم من اللي بيسمعه. وبنروح لبنج هي والتنين لانج وبيكونوا ماشيين في ممر مرسوم عليه كل الحروب اللي كانت ما بين البشر والتنانين ومستحضرين الأرواح. وبيحكي لها التنين لانج إن التنانين والبشر كانوا أصدقاء، ولكن الإمبراطور الطاغي قرر يتخلص من التنانين للأبد سواء بالقتل أو بالسجن. وبعدها بيوصلوا البوابة مقفولة وبيكونوا عايزين يدخلوا القصر بأي طريقة. ووقتها بيظهر تشاو وبيتعرف على بانج وبيقول لها إنه عنده طريق مختصر يقدر يوصلهم للقصر، ولكن للأسف التنين لانج مش هيقدر يروح معاهم. وبعدها بنروح للإمبراطور اللي بيكون قاعد مع ابنه، وساعتها ابنه بيبلغه إن بيضة التنين كاي بدأت تفقد لونها، وبيستأذن قائد الحرس من الإمبراطور وبيسيبهم وبيمشي. وبعدها بنروح لتشاو بينج وهو بيعلمها ازاي تتحكم في قوة التشي بتاعتها، وكمان ازاي تقدر تستخدمها في القتال. ولكن بالغلط قوة التشي بتاعتها بتخبط في تابوت مستحضرين الأرواح، وبتسأل تشاو هم أموات ولا لأ، فبيقول لها إنهم أموات نايمين وإنه أي خطأ ممكن يصحوا تاني ويدمروا العالم. وبيأمرها إنها تمشي وراه بسرعة وتركب معاه المركب. وبنعرف إنهم عملوا خطة هم التلاتة علشان يقدروا يدخلوا بنج القصر الإمبراطور. والخطة هي إن التنين لانج هيهجم على حراس القصر وهي تستغل انشغالهم وتدخل القصر بكل سهولة. وفعلا بيشوف التنين لانج وهو بيقاتل الحرس بكل شراسة، وبتنجح بنج في إنها تدخل القصر وبتقدر تهجم على الإمبراطور وبتضرب كل الحرس اللي حواليه. وكمان بتقدر في آخر لحظة تاخد بيضة التنين كاي، وبعدها بتبدأ رحلتها في الهروب من القصر. ولكن وقتها بيظهر واحد من الحرس وبيبدأ يهجم عليها، وبتقدر إنها تهزمه ببراعة. وبعدها بيظهر ابن الإمبراطور وبياخد منها بيضة التنين كاي وبيقول لها إن هو الإمبراطور المستقبلي. فبتحاول بنج تاخد منه البيضة بكل قوتها، وساعتها بيضربها ابن الملك بالقلم، ووقتها هي كمان بتضربه بالقلم. وبعدها بتسيبه وبتمشي. ولكن ساعتها ابن الإمبراطور بيرمي تحت رجلها قالب من الحبر علشان يطبع في رجليها ويقدروا إنهم يوصلوا لها. وبتروح بعدها بنج لتشاو وبتقول له إنها قدرت تنقذ بيضة التنين كاي، وبعدها بياخدها وبيحاولوا يهربوا من المكان. ولكن بيظهر وقتها دياو وبيكون عايز ياخد بيضة التنين كاي، فبيترجاه المساعد بتاعه تشاو إنه ما يعملش كده.
وساعتها دياو بيطلع من ايديه عنكبوت علشان يقرص بينج، ولكن ساعتها الفار هاو بيقدر يتصدى ليه. وبعدها للأسف بيظهر عناكب كتير في المكان وبيهجموا على بينج، وبتظهر إن كل دي مؤامرة عاملها دياو وتشاو. ولكن قبل ما يمشوا تشاو بيدي بينج مضاد للسم علشان ما تموتش وتقدر توصل لهم مرة تانية، وبيأمروا دياو إنه يحصله بسرعة. وبنعرف وقتها إن تشاو بيعمل كل ده غصب عنه، وإنه مش شخصية شريرة ولا حاجة. وبعدها بنروح للتنين لانج وهو مستني بينج خلف البوابات، وبنرجع لبينج اللي بتكون فاقدة الوعي، وبيجي قائد الحرس وبيقبض على بينج وبيسألها عن بيضة التنين كاي. وبعدها بنروح لدياو وهو واخد بيضة التنين كاي وبيحطها في وردة اللوتس، وبيخلي العناكب تهجم على تشاو علشان تقضي عليه. وبيدخل هو في التابوت علشان يخف من المرض الجلد اللي عنده، وبتبدأ البيضة تتفاعل مع العناصر اللي حواليها. وبعدها بنروح لبنج وهي بتقول للفار هاو انه يروح للتنين لانج ويبلغه باللي حصل. وساعتها بيروح له الفار وبيقول له ان تشاو غدر ببنج وسلم بيضة التنين لدياو. وساعتها التنين لانج بيتعصب جدا وبيبدأ يكسر في الجدران. وبعدها بنشوف تشاو وبنج وهم بيجروا على المعمل علشان يوقفوا دياو عن اللي بيعمله، ولكن للأسف بيكونوا اتأخروا جدا. وبتحاول بنج تدخل وبيمنعها تشاو، وبيقول لها انه خطر جدا على حياتها. وبيجي قائد الحرس وبيرميهم هما الاتنين من على البوابة، وبيقول لهم إن هو اللي هيدخل وينقذ بيضة التنين كاي. وبيحاولوا هما الاتنين يمنعوه ولكن ما بيقدروش. وبمجرد ما قائد الحرس بيدخل شعره كله بيتحول لأبيض وبيكون على وشك الموت، ولكن تشاو وبينج بينقذوه في آخر لحظة. وتشاو بيقول لهم إن أي حد هيدخل الغرفة دي قوة التشي بتاعته هتنهار. وساعتها بينج بتقول له إنها لازم تدخل، ولكن وقتها تشاو بيمنعها وبيبدأ هو يسحب بيضة التنين كاي من الغرفة، وفي المقابل بتتسحب كل قوة التشي بتاعته، وبيقدر في آخر لحظة إنه يحصل على بيضة التنين. وبعدها بنشوف قوة غريبة بتضرب مقابر مستحضرين الأرواح، والتوابيت بتبدأ تتفتح وبيخرج منها الأموات، وبيبدأوا يهجموا على المدينة كلها. وقائد الحرس بيحاول يتصدى ليهم هو والجنود. وبنروح للتنين لانج وهو بيحاول يخلص على دياو، وبنشوف دياو وهو بيتحول لتنين ضخم جدا، وبيبدأوا يقتلوا بعض بكل عنف. ولكن في الآخر التنين لينج بيقدر ينتصر عليه. وبعدها بنشوف قائد الحرس وهو بيدي بيضة التنين لبانج، وبياخدها التنين لينج علشان يروحوا البحيرة اللي هتفقس عندها. وساعتها التنين لينج بيكون مصاب وبيقع من مسافة عالية جدا، وبيطلب منها إنها تروح للبحيرة بسرعة. وبتوصل للبحيرة أخيرا وبتنزل البيضة في المية، وبعد شوية المية بتنور وبيخرج التنين كاي وبيحضنوا بعض وبيكونوا مبسوطين جدا في النهاية. وبعدها بيجروا على التنين لينج علشان يفرحوه، ولكن للأسف بيلاقوه بيموت. وبتحزن عليه بينج وكاي جدا، ووقتها بينج بتساعد جسده إنه يصعد للسماء، وبعدها بيغمى عليها على طول. وبعد ما بتفوق بتاخد التنين الصغير للقرية مرة تانية، بس المرة دي القرية ما فيهاش سجن للتنانين. ولو وصلت لغاية هنا ما تنساش تعمل لنا لايك سبسكرايب للقناة وتكتب لنا كومنت تقول لنا الفيلم الجاي حابب يكون ايه. سلام. فيلمنا النهاردة بيبدأ بالماعز الصغير ده واللي بنعرف إن اسمه ويل، وهو بيطلب من مامته لويس إنها تصوره جنب لاعبة كرة السلة اللي اسمها جات. وبنعرف وقتها إن ويل مهووس باللعبة دي جدا، وبينبهر أكتر لما مامته بتقوله إنها جابت له تذكرتين لأول مباراة للفريق اللي بيمثل المدينة. وبيحضن مامته جدا وبيشكرها على اللي بتعمله معاه. وبعدها بنشوفهم وهم في المباراة وويل بيكون متحمس جدا، وساعتها بتظهر اللاعبة جيت وهي داخلة المباراة، وبنعرف إن عندها قوة بدنية عالية جدا. وأول ما بيشوفها ويل وهي بتجيب جوان في الفريق المنافس بيقف وهو مصدوم، وبيقول لمامته إنه في يوم من الأيام هيبقى زي اللاعبة جيت. وبعدها بتعدي سنين كتير حوالي 10 سنين، وبنشوف ويل بعد ما كبر وبيكون لسه متمسك بحلمه، وبيتدرب كل يوم علشان يبقى لاعب كرة سلة محترف. وبعدها بنروح لحياته الشخصية وبنعرف إنه فقير جدا، وكمان بنعرف للأسف إن مامته توفت من فترة كبيرة. وبعدها بيروح للشغل وبنعرف إنه شغال ديليفري في المطعم اللي مامته كانت شغالة فيه، وده علشان يسدد الإيجار اللي متأخر عليه. وبعد ما بيخلص يوم طويل من الشغل بيروح يتدرب في مكان مشهور اسمه القفص، وبيندمج جدا في التدريب وبنعرف انه موهوب جدا في اللعبة دي. ولكن ساعتها بيقتحم عليه المكان دب ضخم اسمه جريس، وبيمسك الكورة وبيرميها لبعيد، وبيطلب من ويل انه يمشي من المكان، وبيقول له انه جسمه صغير جدا على لعبة زي دي.
فساعتها ويل بيطلب منه إنه يشوف مهاراته، ولكن جريس وعصابته ما بيوافقوش وبيجبروه كمان إنه يمشي من المكان. وبعدها بنروح للاعيبة جيت وبنعرف إن الفريق بقى مستواه في النازل، والجمهور كمان بيبدأ يطالب جيت بالرحيل. وبعدها بتروح تقابل خنزيرة برية وبنعرف إنها صاحبة النادي واسمها فلو، وبتطلب منها إنها تضم لعيبة جدد علشان يستعيدوا مستوى الفرقة مرة تانية. ولكن فلو ما بتكونش مهتمة خالص بالنادي، وعلشان تخلص من زن جيت بتوعدها إن الفترة الجاية تحاول تضم لعيبة جداد. وبعدها بنشوف ويل وهو راجع أوضته وبيكون حزين جدا، وبيقابل السنجاف فرانك صاحب العمارة اللي بيطلب منه يدفع الإيجار المتأخر. وساعتها فرانك بيقول لويل إنه بيحبه جدا، ولكن لازم ياخد منه الإيجار علشان أولاده ما يموتوش من الجوع. فبيوعده ويل إنه هيجيب له الإيجار بكرة بالكتير. وبنشوف ويل وهو بيقرر يبيع أغلى حاجة عنده، وهو الكوتشي اللي مامته اديتهوله هدية. ولكن التاجر بيستغل ظروف ويل وبيقول له إنه هيشتريه منه بنص التمن، وبيضطر يبيعه علشان يسدد الإيجار المتأخر. وساعتها صاحبه دارن بيوريله لاعب مشهور في كرة السلة وهو بيعمل تحدي في نص المدينة. فساعتها ويل بيحس إن دي الإشارة اللي كان مستنيها، وبيروح الملعب وبيشوف اللاعب اللي هيراهن معاه، وبيعرف إنه قوي جدا. وبنشوف الدب جريس واللاعب ده بيقضي عليه بكل سهولة. وبعد ما بيخلص الجولة بيطلب من أي حد من الجمهور إنه يدخل معاه في الرهان. فساعتها ويل بيخش بكل شجاعة وبيقول له أنا اللي هتراهن معاك. فوقتها اللاعب ده بيرفض يتراهن مع ويل وبيكون مستهزأ بيه جدا، ولكن ويل بيصر إنه يلعب معاه المباراة دي وبيراهن بكل الفلوس اللي معاه. وساعتها اللاعب ده بيستغرب منه جدا وبيديله الكورة علشان يبدأ أول هجمة ليه، وبيفاجئ ويل الجمهور وبيسجل أول هدف. وساعتها الجمهور بيتجنن وبيبدأوا يشجعوه، وبيروح له اللاعب ده وبيحاول يقطع منه الكورة، ولكن ويل بيرقصه بكل سهولة وبيقدر يسجل الهدف التاني. وبكده يبقى فاضل له كورة واحدة ويبقى هو الكسبان في المباراة. وساعتها اللاعب ده بيتجنن على الآخر وبياخد الكورة من ويل بالعافية وبيسجل نقطتين ورا بعض، وبكده يكونوا هما الاتنين متساويين في النقط. وفي الآخر اللاعب ده بيطير في الجو علشان يسجل آخر نقطة ليه، وبيحاول ويل إنه يمنعه ولكن ما بيقدرش، وللأسف بيفوز على ويل في المباراة وبيديله كل الفلوس اللي باع بيها الكوتشي. وبعدها بيرجع البيت وبيكون حزين جدا، وبيتفاجئ لما بيلاقي ساكن جديد قاعد مكانه في الأوضة، وبيعرف إن السيد فرانك أجر الأوضة لساكن تاني. وساعتها ويل بيشوف ابن السيد فرانك وهو بيشجعه وبيقول له إنه مصدق موهبته جدا. وبعدها ويل بيسيبه وبيمشي وبيروح يسكن مع دارن كام يوم علشان يشوف هيعمل إيه. وتاني يوم ويل بيروح الشغل وهو في الطريق بيشوف كل الناس بتبصله باستغراب. وبعد ما بيوصل المطعم بيشوف صاحبة النادي اللي اسمها فلو وبتقول له إنها معجبة جدا بطريقة لعبه، وبتطلع عقد من جيبها وبتطلب منه إنه ينضم للفريق. وساعتها بنشوف ويل وهو مبسوط جدا وبيمضي العقد بدون ما يفكر. وبعدها بنشوف جات وهي بتتفرج على نشرة الأخبار وبتعرف إن فلو اتعاقدت مع جدي طوله 170 سنتي علشان يدعم الفريق الأول. وقتها جات بتتعصب جدا وبتركب عربيتها وبتروح لفلو علشان تفهم إيه اللي سمعته في نشرة الأخبار. وقتها فلو بتقول لها إنها نفذت طلبها وضمت لها لاعب جديد للفريق. وبنشوف ويل وهو بيقول لجات إن هو واحد من أكبر معجبينها، وساعتها ما بتردش عليه وبتحلف إنها هتاخد البطولة دي لوحدها. وبعد فترة قصيرة بنشوف أول ماتش للفريق وبنعرف إنه نفس اليوم اللي هيتم فيه تقديم ويل للجمهور. وقبل ما الماتش يبدأ ويل بيتعرف على باقي اللعيبة، وأول ما الماتش بيبدأ بنشوف الجمهور وهم بيهاجموا ويل بسبب إنه قصير جدا. وساعتها المدرب بيقعده على الدكة علشان يمتص غضب الجمهور وبيقول له إنه مش هيلعب الماتش ده خالص. وبيبدأ بعدها الماتش وويل ساعتها بيكون مركز جدا في الماتش وبيفضل يشجع اللعيبة بكل حماس. وبرغم كل ده بيخسروا الماتش وبنعرف إن الفريق مش متناغم مع بعضه خالص، وبيعدي ماتش ورا التاني والفريق عمال يخسر مباراة ورا التانية. وكل ده وهم مقعدين ويل على الدكة، وبنعرف إنه لو خسروا الماتش الجاي هيودعوا البطولة كلها. وبعدها بنشوفهم وهم رايحين يلعبوا آخر مباراة، وهم في الطريق زميلة ويل بتوريله اللاعب المنافس وهو بيتريق عليه وبيقول إنه مستحيل يبقى لاعب محترف. وبسبب الفيديو ده سكان المدينة كلهم بيتكلموا عن ويل
وساعتها بنشوفه وهو مكتئب وبيبدأ يصدق فعلا إنه ملوش في اللعبة. وبعدها بيجي ماتش النهائي قصاد فريق اسمه فريق الظلال، وكالعادة ويل بيكون قاعد على الدكة وما بيبدأش المباراة. وفي آخر كام دقيقة من المباراة الغوريلا بتاعت فريق الظلال بتاخد هجمة خطيرة جدا، وجت وقتها بتتدخل في آخر لحظة علشان تاخد الكرة وتبدأ هجمة مرتدة. وساعتها الحكم بيصفر بمخالفة على جت وبيطردها من المباراة، والمدرب بينادي على ويل علشان ينزل مكانها، والجمهور كله بيبدأ يضحك ويتريق عليه. ولكن ويل ما بيسمعش كلامهم وبيبقى مركز في المباراة جدا. وساعتها الزرافة اللي في فريق ويل بيكون معاها الكورة، وقتها بيطلب منها ويل إنها تبصيله الكورة علشان يروح يسجل هدف، وبياخد الكورة فعلا وبينجح إنه يسجل هدف، والجمهور في الوقت ده بيهتفوا باسمه. وويل نفسه بيكون مصدوم إنه قدر يلعب الكورة بالشكل ده. ولكن ساعتها فريق الظلال ما بيستسلمش وبيرد بهجمات عنيفة جدا، والطور العملاق بتاعهم بيحط الكرة في السلة بكل قوة، وبكده يكون الفريقين متعادلين في النقط. وساعتها ويل بيجمع الفريق وبيحط لهم خطة ذكية علشان يخطفوا الفوز، وبعدها بيرجعوا للمباراة وويل بيكون معاه الكورة، وفي الوقت ده بتكون عليه رقابة عالية جدا، فبيدي الكرة للزرافة بشكل حلو جدا اللي بتحطها في السلة وبيقدروا يخطفوا الفوز. وبعد سلسلة طويلة من الخسارة أخيرا الفريق بيستعيد مستواه من تاني، والجمهور بيقف علشان يحيوا اللاعب الجديد ويل. وبالرغم من الفرحة دي جيت ما بتكونش طايقة نفسها، وبتكون متضايقة جدا إنها ما قدرتش تكمل المباراة. وبعدها بنشوف الفريق وهو راجع للمدينة، وبنشوف لاعيبة الفريق وهم بيعزموا ويل إنه يلعب معاهم كوتشينة، فبيوافق ويل وبيروح يلعب معاهم وبيسألهم على جات، فبيقولوا له إنه يسيبها في حالها أحسن لأنها ما بتعرفش تنسجم مع حد خالص. وبنعرف إن الفريق كله مش بيحب طريقتها في اللعب. وبعدها فلو بتكلمهم فيديو كول وبتبارك لهم على الفوز، وبتقول لهم بسبب الفوز ده هيرجعوا مشاهير للمدينة مرة تانية، وبتجيلهم حملة إعلانية كبيرة، واللعيبة بيكونوا فرحانين جدا وبيروحوا الاستاد علشان يصوروا الإعلان. والبروفات بتكون ماشية زي الفل لغاية ما بيجي الدور على جات اللي بيطلب منها المخرج إنها تسلم الشعلة للاعب الجديد. وساعتها جات بترفض الكلام ده وبتقول لهم بكل غرور أنا أفضل لعيبة في الفريق، ومستحيل لاعب ناشئ يستلم مكاني وأنا لسه موجودة. وقتها ويل بيزعل جدا وبيقول لها إن الفريق ما دقش طعم المكسب غير لما هي خرجت من الملعب، والكلام ده بيخلي جات تتعصب أكتر وبتسيب الاستوديو وبتمشي. وساعتها ويل بيحس إنه زودها وبيجري وراها علشان يصالحها، وفي الطريق بتقول له إنها تعبت من كلام الناس إنها كبرت وما بقتش قادرة تلعب. ولكن ساعتها الجمهور بيتعرف على جات وبيبدأوا يتصوروا معاها، وكمان بيطلبوا منها تمضي أوتوغرافات. ولكن ساعتها جات بتحاول تهرب منهم، وويل بيحاول يساعدها وبيوريها طريق مختصر علشان يهربوا منه. وبيجروا هما الاتنين في شوارع المدينة وبيركبوا المترو قبل ما المصورين يوصلوا لهم. وساعتها المترو بيتحرك وبنشوف جات وبتكون مبسوطة جدا، وبتقول لويل إنها عايشة تحت ضغط رهيب وأول مرة تضحك من قلبها. وبعدها بتقول له إنه كل حلمها إنها تكسب البطولة دي، ولكن للأسف الجمهور ما بقاش واثق فيها زي زمان. ولكن ويل بيقرر يثبت لها العكس وبياخدها المطعم مشهور، وأول ما بتدخل الناس اللي في المكان بيقوموا بيسقفوا لها، وبتشوف كل ذكرياتها مع الفريق متعلقة في المطعم، وبتفرح جدا إن مجهود السنين ده كله ما راحش على الأرض. وبتشكر ويل جدا وبتسأله هو إزاي أصلا بقى لاعب كرة سلة، وبدأ الموضوع إزاي في الأول، فبيوريها صورة لأمه اللي كانت أكبر داعم ليه، وكمان هي اللي اشترت له الكوتشي وكتبت له عليه احلم أحلام كبيرة. وبيقول لها إن مامته تعبت جدا قبل ما تموت، وأهل القرية هم اللي ربوه، وكمان هم اللي وثقوا في موهبته وشجعوه إنه يكمل. وبيعترف لها إنه باع الكوتشي اللي كان هدية من مامته علشان يقدر يسدد الإيجار، ولكن لسه مصمم يبقى لاعب محترف ويوفي بوعده لمامته وللناس اللي وثقوا فيه. وساعتها جاد بتتأثر بكلامه جدا، وعربية النادي بتوصل علشان تاخدها وترجعها للبيت. وبنشوف جات وهي بتفتح التليفون وبتلاقي لاعب الفريق المنافس بيفتح لايف وعمال يلقح بالكلام على فريق المدينة، فبتدخل له اللايف وبتقول له ما يجيبش سيرة الفريق مرة تانية على لسانه. وبفضل ويل جيت أخيرا بتعترف بموهبة زمايلها في الفريق، وبتقول للفريق المنافس إنهم هيدوقوا طعم الخسارة قريب على إيديهم. وساعتها الكلمتين اللي قالتهم جيت في اللايف بيقلبوا الدنيا، وبيدوا حماس وطاقة رهيبة للفريق، وبالذات لويل اللي بقى طاير من الفرحة.
وتاني يوم جت بتروح أوضة الملابس واللعيبة كلهم بيكونوا مستغربين من الكلام اللي قالته امبارح في اللايف. فساعتها بتعتذر من الفريق كله وبتقول لهم إنها فعلا ما كانتش مقدرة موهبتهم، وبتطلب منهم يحطوا إيديهم في إيديها علشان يقدروا يجيبوا البطولة للمدينة. وساعتها الفريق كله بيكون مبسوط من كلامها، وبتطلب من المدرب إنه يحط لهم خطة صعبة جدا علشان يقدروا يفوزوا بالبطولة. وبعدها بنشوف المدرب وهو بيحاول يطور من كل لاعب في الفريق، وبنشوفهم بعدها وهم بيتدربوا بكل حماس. وبعد كل التدريب والتعب ده بنشوفهم وهم بيكسبوا مباراة ورا التانية، والفريق بيقدر يوصل لنص النهائي. وساعتها بيعملوا حفلة وبيحتفلوا كلهم، ووقتها فلو صاحبة النادي بتنادي على جات وبتقول لها إنها باعت النادي بسبب الخسارة المتتالية للفريق، وإنها قررت تتخلص منهم وتاخد الفلوس. وبتقول لجيت إن الملاك الجداد ناويين يغيروا الفريق بالكامل، وحتى جت ناويين يستغنوا عنها. وساعتها بتكون مصدومة من اللي بتسمعه. ووقتها ويل بيسمع كل الكلام اللي قالته فلو، وبيطلب من جت إنهم لازم يبلغوا الفريق، ولكن جت بترفض وبتقول له لو الفريق عرف هيفقدوا تركيزهم وهنخسر البطولة. وبعدها بتعدي الأيام وبيجي الماتش اللي قبل النهائي، وساعتها جات وويل بيكونوا مش في مستواهم بسبب السر اللي مخبيينه عن الفريق، والفريق التاني بيكون داخل بروح معنوية عالية جدا، وبيقدروا فعلا يتقدموا في النتيجة. وبعدها ويل بيجمع الفريق كله وبيقرر يقول لهم إن الفريق اتباع، وإن دي هتكون آخر مباريات هيلعبوها مع بعض، والفريق كله بيبدأ يتناقش في اللي هيحصل ومستقبلهم اللي ضاع. ولكن جد بتتعصب جدا وبتقول لهم أنا لازم أكسب المباراة دي. وأول ما الحكم بيصفر علشان المباراة تبدأ جد بتاخد الكرة وبتسجل هدف، وبالرغم من كده الفريق بيكون متأخر في النتيجة ب10 نقط. ولكن ويل بيمسك الكرة وبيبدأ يهرب من دفاع الخصم، وبينجح فعلا إنه يوصل للسلة وبيكون خلاص هيسجل هدف الفوز. ولكن ساعتها بتظهر جت وبتاخد منه الكرة وبتسجل هي الهدف، وفعلا الفريق بيفوز بالمباراة وبيوصلوا للنهائي. ولكن ويل وباقي الفريق ما بيعجبهمش تصرف جت الأناني، وبياخدوا قرار إنهم هيسيبوا الفريق. وبتعدي الأيام وكل واحد من الفريق بيشوف طريقه، وبعدها بنشوف ويل وهو راجع لقريته، وبيفضل يتدرب في القفص وهو فاقد الأمل. وبعدها بتظهر جيت في الملعب وبتجيب له الكوتشي اللي باعه علشان يدفع الإيجار، وبتعتذر له عن اللي حصل منها في المباراة الأخيرة، وبتطلب منه يجمعوا الفريق مرة تانية علشان يكسبوا البطولة. وفعلا بيجمعوا الفريق واحد ورا التاني. وبعدها بيجي ماتش النهائي وبيقابلوا فريق اسمه فريق البراكين، وبيروحوا على ملعب كله حمم بركانية ونار بتغلي، واللاعب اللي كان بيتريق على ويل بيكون ناوي على الشر. وساعتها الفريقين بيتجمعوا وكل مدرب بيراجع الخطة مع اللعيبة بتاعته لحد ما الحكم بيدي إشارة البداية. وبنشوف بعدها مباراة مليانة التحامات جسدية ومهارات فردية. وبعد كل ده أخيرا ويل وجيت بينجحوا إنهم يجيبوا البطولة للمدينة. وجيت في الوقت ده بتشكر ويل على كل اللي عمله في المباراة، وبيروحوا كلهم يحتفلوا مع الجماهير في مدينة ويل اللي اتربى فيها. وساعتها ويل بيشكر كل الناس اللي ساعدوه وبيكون حزين جدا لأن دي آخر مرة هيلعب فيها مع الفريق. ولكن ساعتها صديقه السحلية بيفجر مفاجأة وبيقول له إنه كسب النادي، ودلوقتي الفريق كله هيتعين من جديد ومفيش حد هيمشي. ووقتها بنشوف الفريق كله هم بيرقصوا وبيكونوا مبسوطين جدا. وبكده يكون فيلم النهاردة خلص. لو وصلت لغاية هنا ما تنساش تعمل لنا لايك سبسكرايب للقناة. سلام. فيلمنا النهاردة بيبدأ في المحيط، وبنشوف اتنين من الصيادين وهم راكبين مركب وقاعدين يصطادوا. وفي الوقت ده واحد من الصيادين بيقول لزميله إنهم لازم يمشوا من المكان ده حالا، لأن طول الوقت بيسمعوا عن حاجات غريبة ووحوش بحرية ضخمة. فبيرد عليه زميله وبيقول له إن كل دي خرافات، وبيكمل إبحار للمنطقة اللي حذروا منها زميله. وبعدها بيظهر من تحت المية وحش بحري وبيبدأ يسرق حاجات من المركب، وأول ما الصيادين بياخدوا بالهم منه بيكونوا هيموتوا من الرعب. وبعد ما بيشوفوه بيطلع يجري، ولكن للأسف بيتعلق في شبكة الصيادين. وساعتها الصيادين بيبدأوا يسحبوا الشبك من البحر، ولكن وحش البحر بيكون أقوى منهم وبيقطع الشبكة وبيهرب منهم. وبعدها بنشوف مشغل اسطوانات وقع من الصيادين في البحر. وبعدها بنروح لعالم الوحوش في المحيط، وبنشوف ساعتها الوحش ده اللي بيكون اسمه لوكا، وهو بيقول إن مامته هتقتله، وده لأن السمك كله هرب منه. وبعدها بيشوف سمكة من اللي هربوا وبيبدأ يطاردها في المية، وساعتها بيخبط في وحش بحري تاني وبيرجع علشان يتأسف له، وبيكمل المطاردة وبيقدر يجمع السمك اللي هرب منه واحدة ورا التانية.
وبعدها بياخدهم علشان يرجعهم حظيرة الأسماك، وساعتها بنشوف قد إيه عالم الوحوش منظم ومسالم. وبعدها بنشوف لوكا وهو قاعد وسط الأسماك وبيكون حاسس بالملل، وبيشوف سمكة وهي بتلعب في منبه وبيعرف إن المنبه ده جاي من عند البشر، ولكن فضول لوكا بيتغلب عليه وبيمسك المنبه وبيبدأ يشوف جواه إيه. وبعدها بيشوف المركب وبيخاف جدا على الأسماك اللي معاه، وبيأمرهم إنهم يهربوا بسرعة من المكان. وبعدها لوكا بيبدأ يتأمل في المركب وبيتخيل نفسه خرج من المية، وساعتها مامته بتنادي عليه علشان الغدا بيكون جاهز، وبتحذره من البشر وبتقول له أول ما يشوف مركب لازم يهرب بسرعة، لأن البشر لو شافوه هيقتلوه. وبيدخلوا علشان يتغدوا، وبنتعرف على جدة لوكا وباباه اللي بيكون مهتم جدا بالسلطعون البحري. ومامته ساعتها بتقول له إنهم لازم يتغلبوا على عيلة برانزينو في عرض السلطعون. ووقتها بنشوف لوكا وهو بيستمع ليهم ولكن ما بيكونش مركز معاهم، وبنعرف إن لوكا عنده فضول إنه يشوف البشر ويتعامل معاهم، وبيسأل عيلته وبيقول لهم هي المراكب بتيجي منين. فالعيلة كلها بتتخض ما عدا جدته اللي بتجاوبه عادي، فبتقاطعها والدة لوكا وبتقول لها إن المفروض ما نقولش الكلام ده خالص. فساعتها جدة لوكا بتقول لها إنه كبر وما بقاش صغير، وبتتعصب والدة لوكا عليه وبتقول له إن السمكة الفضولية اصطيادها سهل جدا، ولما بتحس إنها كلمته بعصبية بتنادي عليه، وبتقول له إن محدش هيخاف عليك قدي. وبعدها بيرجع لوكا للشغل، وبيشوف الحاجات القديمة اللي بتكون واقعة من المراكب، ومن ضمن الحاجات دي مشغل الاسطوانات. وبيروح لوكا وبيتفرج عليهم وبيكون مبهور جدا، ولكن فجأة بيظهر شخص لابس بدلة صيد وبيكون عايز يقتله، وساعتها بيقلع الخوذة اللي على دماغه وبيظهر إنه وحش بحري، وبيطمن لوكا وبيقول له إنه مش بشري، وبيبدأ يلم حاجاته وبيطلع للشط. فلوكا بيكون مرعوب جدا من اللي بيعمله، وساعتها الوحش البحر ده بيسحبه معاه للشط، وبنشوف لوكا لأول مرة وهو متحول لبشري، وبيكون مخضوض جدا وبيقول له إنه أول مرة يطلع للشط. وبعدها لوكا بيرفض إنه يفضل معاه على الشط وبيرجع للبحر على طول، وبيفضل طول الليل يفكر في اللي شافه على الشط وبيحاول يسأل جدته على حاجات ولكن بتكون نايمة. وتاني يوم بيحاول يطلع للشط لوحده وبيعمل محاولات كتير، وبيظهر الوحش البحري اللي قابله من شوية وبنعرف إن اسمه ألبرتو، وبيساعده في الخروج من المية وبيبدأ يعلمه المشي كمان. ولوكا في الوقت ده بيكون مبسوط جدا، وبياخده ألبرتو لبيته اللي بيكون عبارة عن برج، وبيقول له إنه عايش فيه هو وباباه. فساعتها لوكا بيقول له إن ده مش خطر عليكم، فبيقول له إن كل حاجة على البرية جميلة وتستحق المخاطرة، زي الوقوع من مكان عالي اللي بيسموه الجاذبية وزي الهواء اللي بنتنفسه. وبعد كده بيوري له حاجات البشر اللي بيجمعها من زمان، وبينبهر لوكا جدا لما بيشوف صورة فيسبا متعلقة على الحيطة، وبيقول له ألبرتو إن ده أعظم شيء اخترعه البشر. وبيبدأ لوكا يتخيل نفسه وهو راكب على الفيسبا وطاير في العالم كله. وبعدها لوكا بيقول لألبرتو إنه عنده كل القطع اللي تخليه يعمل فيسبا. وساعتها وهم بيتكلموا لوكا بيقول له إنه لازم يروح حالا علشان أهله ما يعملوش معاه مشكلة، وبيشكروا على الفسحة الجميلة دي، ولكن بيبص للفيسبا وبيضعف قدامها. وبيبدأوا هما الاتنين يشتغلوا علشان ينفذوها ويبقى عندهم فيسبا، وفعلا بينفذوها وبيعملوا فيسبا جميلة جدا. وساعتها لوكا بيقول له إنه لازم يروح دلوقتي علشان اتأخر جدا. وبيرجع لوكا للمحيط وبيقابل مامته اللي بتكون متعصبة جدا، فبتقول لها جدته إن هي اللي بعتته يجيب لها خيار البحر، وبيشكرها لوكا إنها قدرت تحل المشكلة. وبعدها بيروح ينام وبيكون مبسوط جدا. وتاني يوم لوكا بيروح لألبرتو وبيلاقيه إنه نزل الفيسبا من البرج، فبيسأله هو عمل كده إزاي. فألبرتو بيرد عليه وبيقول له إن حدفها من فوق البرج. وبيروحوا هما الاتنين عند المنحدر، وألبرتو بيقول للوكا أنت جاهز نجرب الفيسبا لأول مرة؟ فلوكا بيكون خايف جدا وما بيرضاش يركب معاه، وفعلا بيجربها ألبرتو ولكن بتتدمر تماما. وبعدها بيخرج من المية وبيقرروا إنهم هيعملوا فيسبا تاني، وبعد ما بيعملوها فعلا بيجربوها بنفس الطريقة اللي فاتت. ولوكا بيقف تحت بحتة خشبة، وألبرتو بينزل بالفيسبا من فوق المنحدر، ولكن برضه بتبوظ للمرة التانية. وبنروح لمامة لوكا اللي بتكتشف إنه حاطط حجارة مكانه في الشغل، وبتكون متضايقة جدا هي وباباه. وبنرجع للوكا وألبرتو اللي بيحاولوا يعملوا فيسبا بأي طريقة من الطرق، وبيشوفوه والده ووالدته هو رايح للشط. وبنروح للوكا وألبرتو وهم بيجربوا الفيسبا للمرة التالتة، ولكن برضه للأسف بتبوظ. وبنشوفهم وهم مبسوطين جدا وهم بيعملوا التجربة دي،
وبعدها بنشوف لوكا وألبرتو وهما بيبصوا للسما، وكمان بيقول له ألبرتو إن النجوم اللي في السما دي عبارة عن سمك مضيء، وإن القمر عبارة عن سمكة كبيرة بتحرسهم. فلوكا بيقول لألبرتو إن حياتك أحسن من حياتي بكتير. وبعدها بيحلموا هما الاتنين إنهم راكبين فيسبا ما بتتدمرش خالص. وبيظهر بعدها إن لوكا راحت عليه نومة عند ألبرتو، وبيقوم يجري على البيت. وبنشوف مامته هي مستنياه وبتكون متعصبة جدا، وبتواجهه بالحقيقة وبتقول له إنه عصى أوامرها وخرج على الشط. وباباه بيقول له إنه لازم يوعده إنه ما يخرجش للشط مرة تانية. فبيقول له لوكا إنه الشط مش خطر زي ما انتوا فاكرين، وإن أنا وصاحبي ألبرتو واخدين بالنا جدا. وبيظهر بعدها عم لوكا وبيقول لهم إن دايما بيبقى فيه رفيق السوء، وإنه لو فضل ماشي ورا ألبرتو هيموت ومش هيرجع تاني. وبيعرفوا عمه إنه هياخده يعيش معاه في أعماق المحيط، وإنه المكان ده ما بيدخلهوش الشمس، وإنه مستحيل يشوف حد هناك خالص، وهيفضل بس هو وأفكاره هناك. ومامته بتقول له إنه هيعيش هناك لمدة سنتين، وده عقاب ليه علشان ما التزمش بالتعليمات وخرج للشط. وساعتها لوكا بيسيبهم وبيكون متعصب جدا، وبيروح لصديقه ألبرتو وبيقول له إنهم هيودوه في قاع المحيط علشان خرج للشط. فألبرتو بيقترح عليه إنهم يروحوا يعيشوا في مدينة البشر علشان أهله ما يقدروش يوصلوا له هناك، وكمان هيلاقوا في المدينة الفسبة اللي بيحلموا بيها. وكمان بيقول له إن هناك هتلاقي حاجة طول عمرك بتدور عليها، وهي الحرية من المحيط. وبعدها بيفضلوا ماشيين في البحر لحد ما بيوصلوا للمدينة، ولوكا بيكون مبهور جدا من المجتمعات الهادية والبسيطة، وبيفضلوا ياكلوا آيس كريم وبيكونوا مبسوطين جدا. وفجأة لوكا بيتملك منه الخوف مرة تانية، وبيطلب من ألبرتو إنهم يمشوا من المدينة حالا. ولكن ساعتها بيظهر شخص بيكون راكب فسبة حلوة جدا، فبينبهروا هما الاتنين وبيفضلوا يبصوا عليها. وبعدها بنشوف الكورة وهي بتيجي في رجل لوكا والأطفال بتطلب منه إنه يبصيها، فبالغلط لوكا بيشوطها على الفيسبا بتاعة الشخص المغرور ده، واللي بنعرف إن اسمه أركو. وبيروح لهم وبيكون عايز يتخانق معاهم، وساعتها بيفضل يتكلم لحد ما بيقول لهم إنه فاز في مسابقة وعلشان كده ادوله الفلوس وقدر يجيب الفسبة دي. وبيمسك لوكا وبيكون عايز يغرقه في المية، ولكن بتيجي بنت صغيرة راكبة بسكليتة وبتنقذ لوكا من إيد أركو، وبعدها بتاخدهم وبتمشي. وهي في الطريق بتعرفهم إن اسمها جوليا، وبتستأذنهم علشان تكمل تمرين. وبعدها لوكا بيقول لألبرتو إنهم ممكن يدخلوا المسابقة وبالفلوس اللي هياخدوها ممكن يشتروا فيسبا، وبيقول له إنه ممكن جوليا تساعدهم وتعرفهم يدخلوا المسابقة إزاي. فبيروحوا لها وبيسألوها إزاي يدخلوا المسابقة دي، وساعتها جوليا بتوري لهم الفيسبا اللي ممكن يشتروها من فلوس المسابقة، وبتقول لهم كمان لازم يغلبوا أركو. فطبعا وقتها ما بيكونوش حاسين بصعوبة الموضوع، لأن أركو بيكسب السباق كل سنة، وجوليا بتقول لهم إن السنة دي هي اللي لازم تكسب أركو. وساعتها بيرجعوا لها وبيعرضوا عليها إنهم يكونوا فريق واحد، فبتقول لهم متشكرين أنا هسابق لوحدي. وبعد جدال كتير بتوافق إنهم يكونوا معاها في الفريق، بس بشرط إنهم يوروها مهاراتهم في السواقة. وبعدها لوكا بيركب العجلة وما بيقدرش إنه يتحرك بيها، وبنشوف ألبرتو وهو بيشجعه وأهل القرية بيتفرجوا عليه وهو بيقع تقريبا كل مرة من على العجلة. وبتبدأ جوليا تديله تعليمات علشان يقدر يسوق العجلة بشكل مبدئي، وفعلا بينفذ كلامها وبيقدر يسوق العجلة شوية صغيرين. وساعتها جوليا بتحط له خشبة على ماسورة مية، وبنشوف لوكا وهو بيعدي من فوقها وبيكون خايف جدا، وبيقع من على الخشبة ولحسن الحظ ما بيجيش في المية. وبيجري عليه ألبرتو وبيحوش من فوقيه العجلة، وبتسألهم جوليا لو حد فيهم بيعرف يعوم، فبيقولوا لها إن هما الاتنين بيغرقوا في شبر مية. وبعدها جوليا بتقول لهم محتاجين فلوس الاشتراك في المسابقة، وبتقول لهم إنها هتحاول تاخد الفلوس من باباها. وبتاخدهم جوليا للبيت وبيتعرفوا على باباها اللي بيكون صياد سمك، وبيشوفوه هو بيقطع سمك علشان يجهز الغدا، وبيكونوا مرعوبين منه جدا. ولوكا من الخوف بيفضي المية اللي في بقه في وش ألبرتو، فبيظهر نص وش وحش والنص التاني إنسان. وقتها لوكا بيتصرف وبيسحبه تحت الترابيزة وبينشف له وشه. وقتها والد جوليا بيحط لهم الأكل وبيكونوا خايفين من الأكل في الأول، ولكن أول ما ألبرتو بيدوقه بيعجبهم جدا وبيبدأوا ياكلوه زي الوحوش. فبتقول له جوليا إنهم زمايلها في المدرسة، فبيسألهم هم جايين المدينة ليه، فبترد عليه جوليا وبتقول له إنهم جايين علشان المسابقة. وقتها والد جوليا بياخدها على جنب وبيقول لها أنا مش عايزك تشتركي في المسابقة دي، لأن كل مرة بتخسري فيها المسابقة بتكوني محبطة جدا. وبيكمل وبيقول لها إن فلوس المسابقة كتير جدا،
وإن صيد السمك ما بقاش زي الأول. فساعتها لوكا بيعرض عليه المساعدة وبيسألهم لو بيفهموا في الصيد، وبعدها بيقول لهم إنه هيحاول يشوف لهم شغل في أقرب وقت. وساعتها القط اللي بيربوه في البيت بيهجم على لوكا، وبنشوف جوليا وهي بتعتذر منهم هما الاتنين على اللي عمله القط، وبتعرض عليهم يناموا على الشجرة اللي في جنينة البيت، وبيفضلوا يتكلموا طول الليل. وألبرتو بيقول للوكا إنهم لازم ما يخافوش من البشر لأنهم تقريبا بيتصرفوا زيهم. وتاني يوم بنروح للشط وبنشوف والد ووالدة لوكا وهم بيخرجوا من المية، وبمجرد ما بيخرجوا للشط بيتحولوا لبشريين. وبتتخض والدة لوكا أول ما بتشوف شكلهم اتحول لبشريين. وبعدها بنروح للوكا وهو بيصحى من النوم، وبيتفاجئ إن شكلهم رجع وحوش تاني. وبيحاول يصحى ألبرتو بسرعة وبيقول له إن الجو بيمطر. وساعتها جوليا بتفتح الشباك وبيحاول لوكا إنه يهرب هو وألبرتو. ووقتها والد جوليا بيكون داخل من الباب وخلاص هيشوفهم، ولكن هما الاتنين بيستخبوا ورا الشجرة وبيبدأوا ينشفوا نفسهم من المية، وبيرجعوا بشريين مرة تانية. وبيروحوا يسلموا على جوليا ووالدها، ووالد جوليا بيقول لهم إن أول يوم شغل ليهم هيكون النهاردة. وبيعرف جوليا إنها عليها توصيل الطلبات. وبياخد لوكا وألبرتو وبنشوفهم بعدها وهم راكبين مركب. وبيجي صياد تاني وبيقول لوالد جوليا إنه أكيد بيدور على وحوش البحر. وساعتها القط بتاع والد جوليا بيهجم عليهم مرة تانية، وده لأنه هو الوحيد اللي شافهم وهم بيتحولوا لوحوش. وبيحاول لوكا يهديه وبيديله سمكة. وبعدها لوكا وألبرتو بيقولوا لوالد جوليا إنه بيصطاد في المكان الغلط، وبيحاولوا يودوه لمكان مليان سمك. وبعدها بنشوف جوليا وهي جاية بالعجلة وبتكون فرحانة جدا، وبتبص على الشط وبتتفاجئ إن والدها وألبرتو ولوكا جايبين المركب مليان سمك. وبعدها بنروح لوالد ووالدة لوكا وهم بيحاولوا يسرقوا لبس علشان يكونوا شبه البشريين. وساعتها والد لوكا بيروح لولد وبيفتكروا إنه هو ابنه، وبيحاول يرميه في المية علشان يشوف إذا كان هيتحول وحش ولا لأ. ولما بيتأكدوا إنه بشري بيسيبوه وبيهربوا. وبنشوفهم وهم ماشيين في المدينة وبيكونوا قريبين جدا من لوكا، ولكن للأسف مش بيقدروا يتعرفوا عليه. وبعدها بنروح لجوليا اللي بتاخد لوكا وألبرتو وبيروحوا علشان يقدموا في المسابقة. وساعتها لوكا بيقول إن المسابقة دي شكلها صعب جدا، وبيجي ساعتها داركو وبيكون عايز يقدم في المسابقة. وبيقول لجوليا إن أحسن لها ما تشتركش في المسابقة لأنه هيفوز بيها وهيكسر رقم قياسي جديد، وبياخد فلوس المسابقة من جوليا. وفي الوقت ده لوكا بيقول له إنه شبه السمكة العبيطة وبيخلي أطفال القرية يضحكوا عليه. فبيتعصب دارك منه جدا، وبيروح للوكا وبيديله فلوس المسابقة وبيقول له وريني هتكسبه ازاي. وبعدها بيسيبهم وبيمشي. وقتها جوليا بتحضن لوكا وبتكون فرحانة جدا إنه قدر يسترد فلوس المسابقة. وساعتها ألبرتو بيبص لهم هما الاتنين وبنعرف إنه بدأ يحس بالغيرة تجاه جوليا. وبعد كده بنشوفهم وهما بيدربوا ألبرتو على أنواع كتير من المكرونة، وبتقول له إنه لازم يستعد لأي نوع يجيله في المسابقة. وبنشوف بعدها لوكا وهو بيتدرب على العجلة، وبنشوف جوليا وألبرتو وهما ماشيين وراه علشان يدعموه. ولكن ساعتها بيوصل لمنحدر ولوكا بيكون خايف جدا، وبيظهر ساعتها داركو وبيقول له إنه متأكد إنه مش هيقدر يكمل المسابقة. فساعتها جوليا بتقول للوكا إنه لازم يحاول، وبنشوفه وهو بيحاول يسوق العجلة من على المنحدر ولكن للأسف بيقع من عليها. وبعدها بنروح للمحيط وبنشوف جوليا وهي بتتدرب على السباحة، ولوكا وألبرتو بيكونوا واقفين على المركب وبيقول له تفتكر إن كل البشر ما بيعرفوش يعوموا زي جوليا؟ وساعتها بيظهر داركو وهو بيدور على وحوش البحر، وأول ما بيشوفهم بيروح لهم على طول وبيكون عايز يدخل فيهم بالمركب. وألبرتو ولوكا في الوقت ده بيكونوا على وشك إنهم يتكشفوا لأن المية بتيجي على ألبرتو وبترجعه وحش بحري. وساعتها جوليا بتروح لداركو بتقول له إنه ما يهزرش معاهم خالص. وبعدها بنروح لوالد ووالدة لوكا وهم لسه بيدوروا على ابنهم. وبعد ما بيوصلوا لماسورة مية والدة لوكا بتجيلها فكرة، وبتقول له إنهم لازم يغرقوا كل الأطفال بالمية علشان يقدروا يكشفوا لوكا. وبتبدأ تغرقهم واحد ورا التاني، وبتطلع صوت من بقها. ولوكا ساعتها بيكون قريب منهم جدا وبيبص عليهم وبيعرف إنهم مامته وباباه جايين علشان يدوروا عليه. وبعدها بيروح لألبرتو وبيقول له إن شاف مامته وباباه وإنهم لو قدروا يلاقوه هيودوه لأعماق المحيط عند عمه. فألبرتو بيقول له إن كل دي تهيؤات وإن أهله مستحيل يجوا هنا. وبعدها بيجي والد جوليا وبيطلب من ألبرتو إنه يساعده في الشبك. وجوليا بتقول للوكا إنهم لو كسبوا المسابقة هيقدروا يجيبوا الفسبة، وبتحاول تعرف منه هم ليه متمسكين في موضوع الفسبة قوي. فبيقول لها لوكا إنهم عايزين يطيروا بيها ويلفوا العالم،
وكل يوم يناموا تحت الأسماك المضيئة اللي في السماء. فبتقول له جوليا إن اللي في السماء دي مش أسماك، وبتعرفه إن اسمها نجوم وكواكب. وبتقول له إنه أيام الدراسة بتكون عايشة مع والدتها في مدينة تانية، ولما بتيجي في الصيف هنا بتحس إن الناس شايفينها غريبة. وبعدها بتقول له إنها لازم تكسب في المسابقة علشان تدمر داركو، وبتاخده معاها علشان توريله النجوم المضيئة عن طريق التلسكوب. ولما لوكا بيشوف النجوم بيتفاجئ جدا، وساعتها بيقول لها إن ألبرتو معلوماته كلها غلط. وبعدها بيحلم إنه سافر للفضاء وبيلف حوالين كوكب زحل. وبعدها بنشوف جوليا وهي بتوري لوكا الكتب بتاعتها، وبتعرفه على نظام الكواكب والنجوم والشمس والقمر. وبنشوف لوكا ساعتها وهو مبهور جدا من اللي بيسمعه. وبعدها بيجي ألبرتو وبيطلب من لوكا إنه يجي معاه. وبنشوف إن ألبرتو بدأ يحس بالغيرة من ناحية جوليا. وبعدها بياخدوا وبيروح يفرجوا على الفسبة اللي نفسهم فيها. وبيطلب من ألبرتو إنهم لازم يشتروا تلسكوب مع الفسبة. وبيعرفوا إن جوليا قدرت تفرجوا على النجوم من قريب بسبب التلسكوب. وبيقول له إنه نفسه يروح المدرسة مع جوليا. فبيقول له ألبرتو إنه وحوش البحر ما ينفعش يروح المدرسة. وساعتها بيظهر دارك من وراهم وبيقول لهم إنه شاكك في أمرهم، لأنه طول الوقت ريحتهم زي الأسماك. وبيبدأ يهجم عليهم هو وأصحابه، وبيمسكوا ألبرتو وبيكتفوه في الحيطة. وبيحاول لوكا في الوقت ده إنه يدافع عنه ولكن ما بيقدرش. وساعتها لوكا بيمسك الحربة وبيبدأ يهدد دارك علشان يسيبوا ألبرتو. فدارك بيطلب منهم إنهم يمشوا من المدينة خالص، وبيقول لهم إن وجودهم مش مرحب بيه هنا. وتاني يوم بنشوفهم وهم نايمين على نفس الشجرة في بيت جوليا، وبتصحيهم جوليا وبيبدأوا يتدربوا. وبنشوف ألبرتو وهو بيحاول ياكل كل أنواع المكرونة. وبعدها بنشوف لوكا وهو بيحاول يسوق العجلة بتاعة جوليا. وبعدها بنشوف والد جوليا وهو بياخد ألبرتو علشان يصطادوا. وبنشوف والد ووالدة لوكا وهم بيحاولوا يدلقوا المية على كل أولاد المدينة علشان يكشفوا ابنهم لوكا. وبتعدي أيام كتير وبتظهر جوليا وهي بتصحي ألبرتو ولوكا، وبتقول لهم إنه فاضل يومين على السباق. وساعتها بنشوفهم وهم بيتدربوا كالعادة، ووالد ووالدة لوكا بيكونوا تعبوا من كتر البحث عن ابنهم. وبعدها بنشوف والد جوليا وهو بيعلم ألبرتو إزاي ياكل المكرونة بالشوكة. وبنرجع تاني لوالد ووالدة لوكا وهم قاعدين عند مافورة المية، وبيكونوا زعلانين جدا لأنهم فقدوا ابنهم. ولكن فجأة بيعدي من قدامهم لوكا وبيتعرفوا عليه من نظرة عينيه. وأول ما بيشوفهم لوكا بيحاول يهرب منهم، وهم بيحاولوا يجروا وراه في شوارع المدينة، ولكن لوكا بذكائه بيقدر يهرب منهم. وبعدها بنشوفهم هما التلاتة قاعدين يتفرجوا على القطر. وساعتها لوكا بيسأل جوليا عن المدرسة مرة تانية، فبيقاطعهم ألبرتو وبيقول إنهم مش عايزين يعرفوا حاجة عن المدرسة. وبعدها بيركب العجلة هو ولوكا وبيبدأوا يجروا في شوارع المدينة. وساعتها لوكا بيكون خايف جدا من تهور ألبرتو، وبيفضلوا يجروا بالعجلة لحد ما بيقعوا في المية. وبعد ما بيطلعوا من المية بنشوف لوكا وهو متعصب جدا على ألبرتو، وبيبدأ يضربوا بعض على الشط. ولكن ساعتها بتظهر جوليا على الشط، وساعتها هما بيحاولوا يبقوا طبيعيين علشان ما تشكش في حاجة. وساعتها لوكا بيسأل جوليا لو ممكن يروح معاها المدرسة، فبتقول له إن دي أحلى فكرة سمعتها. فألبرتو بيسأل جوليا لو مدرستها بتتقبل كل أنواع المخلوقات، وبيقول لها لو في وحوش ممكن يدخلوا المدرسة. وبيحاول لوكا إنه يسكته علشان ما يفضحهمش. ولكن وقتها ألبرتو بينزل في المية وبيخرج على هيئة الوحش البحري، وبتشوفه جوليا وبتكون مرعوبة جدا. وبيقول لها ألبرتو إن هم وحوش بحر فعلا، فهل ينفع نروح معاك المدرسة بتاعتك؟ وساعتها لوكا بيحاول يمثل إنه بشري، وبيقول لجوليا إن ألبرتو بس هو اللي وحش بحري. وألبرتو ساعتها بيكون مصدوم من اللي بيسمعه، وبيبدأ يهرب قبل ما دارك وأصحابه يهجموا عليه. وبعدها لوكا وجوليا بيروحوا البيت، ووالد جوليا بيسأل على ألبرتو، فبيقول له لوكا إنه مشي ومش هيرجع تاني. فبيقول له إنه لازم يدور عليه ويرجعه البيت. وبيسيبهم بعدها والد جوليا وبيمشي. وبعدها جوليا بتدلق المية على لوكا وبتعرف إنه وحش بحري، وبتطلب منه إنه لازم يمشي فورا من المدينة عشان لو حد شافه هيقتله. فبيقول لها إنه مش هيرجع للجحيم بنفسه، وبيعرفها إنه لو رجع للمحيط أهله هيودوه عند عمه. وبعدها بيسيبها وبيمشي وبيروح لبيت ألبرتو، وبيتفاجئ إن كل حاجة في البيت متكسرة. وبيفضل ينادي على ألبرتو ولكن محدش بيرد عليه. وفجأة بيظهر ألبرتو من وراه وبيسأله هو جاي تاني ليه. فبيتأسف له لوكا وبيقول له إنه المفروض ما كانش يعمل كده. وساعتها ألبرتو بيطلب منه إنه يمشي من المكان. وبعدها بيعرفه إنه كان عايش في البرج ده لوحده،
وبيقول له إنه غلط غلطة كبيرة لما فكر إنهم ممكن يكونوا أصحاب، وبيطلب منه إنه يمشي من البرج مرة تانية. وبعدها بيجي يوم السباق وبيروح لوكا للجنة، وبيطلب منهم إنه يتسابق لوحده. وبتروح له جوليا وبتقول له لو نزل المية هيتكشف، فما بيسمع لهاش خالص وبيسيبها وبيمشي. وبيظهر بعدها والد ووالدة لوكا وهم بيتطوعوا علشان المسابقة. وبيظهر بعدها كل المتسابقين واقفين على الشط، وبيجي لوكا وبيكون لابس بدلة غريبة. وبيبدأ دارك يتريق على لبس لوكا، وبتحاول جوليا تمنعه ولكن ما بتقدرش. وبيبدأوا المتسابقين إنهم ينزلوا المية، ولوكا بيبدأ فعلا ينزل معاهم، ولكن البدلة اللي هو لابسها بتتكسر. ولحسن الحظ محدش بيكتشف إنه وحش بحري. وبتبدأ بعدها مسابقة أكل المكرونة، وساعتها لوكا ما بيكونش عارف يمسك الشوكة خالص، فبتعلمه جوليا إزاي يقدر ياكل المكرونة بسرعة. وبتخلص المكرونة بتاعتها وبتروح لآخر مرحلة في السباق، وهي الجري بالعجل. وبعدها بيخلص لوكا وبيروح علشان يسوق العجلة بسرعة كبيرة. ولسوء الحظ الجو بيبدأ يتغير وبتكون هتمطر. وبنشوف بعدها والد ووالدة لوكا وهم مستنيين ابنهم يعدي من قدامهم، وأول ما بيشوفوه بيحاولوا يوقفوه، ولكن بيتأسف لهم وبيكمل سباق. ومامته بتشوفه وهو بيسوق العجلة وبتقول إنه سريع جدا. وبيظهر دارك وهو بيعدي جوليا في السباق، ولكن المفاجأة إن لوكا بيسبقهم كلهم وبيكون الأول. وساعتها المطر بيبدأ ينزل من السماء، وبيظهر على لوكا إنه حزين جدا. ولكن ساعتها بيجيله ألبرتو وبيكون معاه شماسة علشان يساعد بيها لوكا. ووقتها بيظهر دارك وبيضرب ألبرتو وبيوقعه قدام الناس، وبتطير من إيديه الشماسة وبيتحول لوحش بحري قدام أهل المدينة كلهم. ووقتها لوكا بيسوق العجلة بكل سرعته وبياخده من قدامهم قبل ما يقتلوه، وبيقول له يلا بسرعة علشان نروح البحر. وساعتها دارك بياخد الحربة وبيجري وراهم، وبنشوف جوليا وهي بتحصلهم بالعجلة بتاعتها. وبعدها بنشوف مطاردة قوية جدا وسط المدينة، وبعدها جوليا بتقع بالعجلة وبتكون مصابة. فساعتها ألبرتو ولوكا ما بيرضوش ينزلوا البحر وبيرجعوا يطمنوا عليها. وبيجي والد جوليا وبيحييهم على شجاعتهم، وبيقول لهم إن هم اللي فايزين في المسابقة دي. وبعدها بيجي والد ووالدة لوكا وبيحضنوه وبيكونوا مبسوطين منه جدا. وبتيجي المسؤولة عن المسابقة وبتسلمهم الكاس. وبعدها بنشوفهم هما التلاتة وهم راكبين الفسبة ورايحين لبيت والد جوليا. وبنلاحظ إن والد ووالدة لوكا وجدته قاعدين عند والد جوليا، وبيجهز لهم كمان العشاء. وبيدخلوا عليهم لوكا وألبرتو وجوليا وهم مبسوطين جدا، وبيقول لهم إن المسابقة كسبوها المستضعفين. وبعدها بنروح لمحطة القطر وبنشوف والد ووالدة لوكا وهم بيودعوه، وبنعرف إنه هيروح مع جوليا للمدرسة. وبيجي ألبرتو وبيودعه وبيكون حزين جدا على الفراق. وبيركب لوكا القطر وبيتجه للمدينة علشان يبدأ حياة جديدة مليانة علم ومعرفة. وبس كده فيلمنا النهاردة بيكون خلص. لو عجبك ما تنساش تعمل لنا لايك سبسكرايب للقناة وتكتب لنا كومنت تقول لنا الفيلم الجاي حابب يكون ايه. سلام.